ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا. انا النهارده في احسن مكان في الدنيا، بستناه من السنه للسنه. ما ندخل واوريكم هنعمل ايه وبعد كده اكلمكم بقى. ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. اكيد انا كمان وحشاكوا برضو. ما تعلقوش بقى على صوتي وشكلي، كنت لسه صاحيه من النوم. ف... فانا يعني اللي هو ما صدقت يعني ان اليوم ده جه، فانا نزلت على طول كده. انتوا بجد مش متخيلين انا كنت مستنيه اليوم ده ازاي انا بقعد قبليها بشهر بالظبط. اقعد اسال هي الحاجه جت، هي الحاجه جت، هي الحاجه جت. بصوا يا جدعان، هي دي جمعيه. والدتي متطوعه فيها بالمناسبه، مامتي اللي كانت في اول الفيديو. كله بقى يلا يسلم عليها في الكومنتات. قبل ما نبدأ بقى الفيديو كده، اللي وصل لحد هنا ينزل يشترك في القناة لو أول مرة تشوفوني. و... وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش اللايكات كتير قوي 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 قوي، علشان خاطر الفيديو ده فعلا يستحق لايكات، يستحق لايكات يعني كتير. هنا كان عمو صلاح صاحب الجمعية، ما يعرفش ان انا بصور، فحط لي الحاجة قدام الكاميرا، فانا بقول له عمو صلاح انا بصور. هو اتفاجئ ان انا بصور. آم، بس بصوا يا جدعان، بجد اللي يقدر يعمل اي حاجة خير في الشهر الكريم دوت يعملها. يعني حتى لو شنطة هتجمعوها من خزين البيت، اكيد كلنا بنجيب خزين بيت. لو شنطة هتجمعوها من خزين البيت بتاعتكم وتنزلوا تدوها لحد غلبان، صدقوني هتفرق معاه قوي. في ناس كتيرة قوي بتستنى الشنطة دي، بتبقى مسنودة على الشنطة ديت. يلا يعني كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل الشهر ده خير على ناس كتيرة قوي بصراحة في الغلا اللي احنا فيه دوت. بصوا الجمعية ديت ناس كتيرة بتيجي تتبرع يعني فيها، اللي حابب يتبرع ممكن يتواصل معايا على الانستجرام، وانا اقول له يعني ازاي. لو حابب يروح الجمعية، حابب يتبرع، يعني هو كله في ميزان حسناتكم. اللي حابب يتبرع ممكن تكلموني وانا اخليكم تتواصلوا يعني مع صاحب الجمعية او في الجمعية ذات نفسها، انتوا راحتكم يعني. بس في ناس فعلا بتبقى محتاجة الشنطة ديت. طبعا مش في رمضان بس، يعني هي الجمعية للأيام كلها يعني، مش في رمضان بس. انتوا مش متخيلين فرحتي عاملة ازاي وانا بعمل شنط رمضان دي بجد. دي مامتي. و بجد يعني انا كنت قاعده عماله اغني لهم. احنا اليوم، بص احنا الفيديو دوت اخد معانا يومين يعني، ولسه في كام يوم وعملنا شنط، وكان لسه في شنط ما اتعملتش. الفيديو ده اخد يومين، كنت بقى كل شويه اغني افرحوا يا بنات يلا وهيسوا. انا بعشق الاغنيه دي. بعشق الاغنيه دي. يلا كل اللي بيحبها ممكن يكتب لي في الكومنتات. وبصوا ما كانش عندنا اللي احنا بنوزن بيه دوت، مش عارفه اسمه. فغسلنا ايدينا، يعني اللي ما بنرضاهوش على نفسنا اكيد مش بنرضاه على حد. غسلنا ايدينا يعني، وكنا بنعمل الحاجة. بس وعملنا بقى يعني فرحة بجد بجد فرحة. اسيبكم بقى تكملوا باقي الفيديو، وما تنسوش اللايك لو وصلتوا معايا لغاية هنا، ما تنسوش بجد تدوسوا على اللايك. وما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة بتاعتي، يوميات محمد وميادة. ما تنسوش. طبعا هو محمد ما كانش معايا هنا، انا بس اللي كنت موجودة. ف... فما تنسوش بقى، تمام. انا غبت عليكم كتير قوي قوي قوي، معلش حقكم عليا والله، يعني كانت ظروف غصب عني. فانتوا بقى يعني ممكن تقولوا لي انتوا حابين كم حلقة، كم فيديو في الاسبوع، يعني ممكن تعرفوني علشان اتشجع بيكم كده. تمام. هسيبكم بقى في باقي الفيديو.
لما يعني بنخلص يعني الحاجة بنحطها في الشوالة، وبعد كده نقوم مجمعينها في الأكياس بقى بنعمل بقى. بس يعني يا ريت بجد يعني في الغلا اللي احنا فيه دوت، مش هتخسروا حاجة لو كلنا بنخزن خزين رمضان. لو عملتوا شنطة من الخزين بتاعكم يعني حطيتوه شنطة واحدة، شنطة واحدة صدقوني بتفرق والله العظيم. بس بقى اللي هو يعني بنستريح شوية، اللي هو عم صلاح بيطلع الزيت وماما، يعني بجد هو على قلبنا زي العسل. يومين تعب بس على قلبنا زي العسل والله العظيم. مش متخيلين انا رايحه له كام محطه، 19 محطه، 19 محطه من عين شمس لدار السلام علشان خاطر اعرف ان انا يعني علشان انا فرحت باليوم ده، علشان انا بستنى اليوم ده، علشان خاطر انا بجد يعني يمكن شايفين الفرحه في وشنا كلنا، في وشنا كلنا ان احنا اليوم ده بالذات بجد بنستناه. بجد والله العظيم بقعد اسال قبلها بشهر: الحاجه جت، الحاجه جت، فيش تبرع، الحاجه جت. لا بقى دخلنا على البلح، اهم حاجه البلح في رمضان اهم حاجه. طبعا انتوا عارفين يعني السنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ان احنا بنفطر يعني مستحب ان احنا نفطر بالبلح. يكون عدد فردي 3 7 5 كده يعني. عايزه اقول لكم يعني حتى كارما ورونزا كانوا بيعملوا معانا. كنت بقول لهم تعالوا حطوا معانا يلا. كانت فرحه حلوه، فرحه حلوه بجد. هنا بقى احنا كنا يعني يعتبر خلصنا كده، وكده احنا يعني جينا بقى بالليل علشان خاطر نعمل الشنط. طبعا الشنطة بقى كانت مكونة بقى من كيس صلصة وكيس ملح ومكرونات وشعرية وإزاز الزيت وكيس سكر ورز. بصوا يعني عايزة اقول لكم يعني بجد كان كل سنة بتبقى في حاجات اكتر من كده، بس يعني الحمد لله الحمد لله اهو احسن من ما فيش خالص الحمد لله، عشان برضو ظروف البلد وكده. بس فكنا قاعدين بقى اهو بنظبط هنعمل ايه في الشنط وهنحط ايه في الشنط وكده. بس يعني هنا يعني عندنا هنا نائر ونقير. ماما وعمو صلاح هما دايما مختلفين، دايما ما بيتفقوش مع بعض في حاجة. بس كده بدأنا اهو خلاص ان احنا جهزنا وبنعمل الشنط علشان نديها للناس اللي تستحق. بجد مش متخيلين تبقى ناس فعلا 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 تستحق. وعايزه اقول لكم الجمعيه دي كمان قبل ما بيطلعوا يعني قبل ما بيعملوا شهريه لحد وقبل ما بيطلعوا حاجه بيكونوا رايحين عاملين معاينه وشايفين الحد ده يستحق ولا لا. اني طبعا مش اي حد، يعني في ناس مش فاهمه بتقبل على نفسها ازاي ان هي تمشي تلملم بقى والجو دوت. ففي ناس بتبقى مش محتاجه وبتروح، بس برضو الواحد لازم يكون عارف هو هيودي حاجته فين. فبجد بجد يعني الجمعية محتاجة تبرعاتكم، اللي محتاج يتبرع للجمعية ممكن يتواصل معايا على الانستجرام وانا هوصله بالجمعية. عايز يروح الجمعية انا موافقة، عاوز يتواصل بأي طريقة هو حاببها تمام مفيش مشكلة.